يا راجل ده انتوا بتتكلموا على الانبياء بطريقه. ده كاهن كنا مشغلين الفيديو بتاعه امبارح قاعد بيتكلم مع سيدنا يوسف عليه السلام، قاعد بيتكلم بيقول له يا يوسف والتاني بيقول له يا ابونا. انت متخيل ان نبي من انبياء الله بيتنده له باسمه وانت يا كاهن يتقال له يا ابونا؟ ومين اللي بيقول لك نبي؟ يعني النبي بيقول للكاهن ابونا، طب والكاهن بيقول للنبي ايه؟ يا يوسف. صاحبنا كان ولد دلوع في بيت بابي. يوسف عرف ازاي ياكل قلب بابا، فكان متميز. اخواته خدوه فباعوه للاسماعيليين. قابلته فقلت له يوسف، قال لي نعم. ساك من جو التميز ده، انت دلوقتي عبد متباع ما انتش حتى عارف انت رايح فين. قال لي ابونا انسى، قال لي ابونا انسى. قلت له انسى انت. قال لي هتشوف. الراجل ده لو ما كانش متميز كنا رحنا بعناه لتاجر كبير، الا اذا كان يوسف ده طول السكه دي اثبت لنا انه الراجل المميز. لما راح بيت فوتيفار قلت له يوسف، قال لي نعم. قلت له اظن قصه متميز دي ايه؟ خلصت بقى خلاص. متميز مين يا عم؟ اي مكان هروح اتحط فيه هبقى مميز حتى وانت متباع. قال لي حتى وانا متباع. وكانت نتيجه تميز يوسف فيصير يوسف الرجل رقم 2 في مصر. ايه ده؟ قال لي ابونا ما هو ده الطبيعي. قال لي ابونا ما هو ده الطبيعي. ايه المسخره دي؟ ايه المسخره دي؟ مسخره والله.